السلام عليكم خوتي وخياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم بفيديو جديد تاع بطاطا كوشه بالجناحتين محمرين. تبعوا معايا الوصفه. هنا عندنا كميه تاع الجناحتين حسب افراد العائله. هنا عندنا بطاطا نقطعوها شويه، نقطعوها دوائر وتكون شويه خشينه، ماشي حاجه ما نشديوها رقيقه كامل. هنا دوك نجو نديرو التتبيله تاعنا واش فيها. هنا في الاناء تاعنا هذا الصغير البيض اللي كنتو تشوفوا فيه نديرو 4 كاس تاع الزيت كما كنتو تشوفوا. هنا نديرو التوابل، هنا نديرو شويه كركم، شويه ملح، شويه اكري، شويه كمون، وشويه فلفل الكحل. وهنا اللي عنده توابل الدجاج يزيد يضيف معاهم توابل الدجاج. نخلطوا هذا التوابل مع الزيت كما كنتو تشوفوا هكذا، نخلطوهم مليح. نزيد نضيف معاهم 4 كاس تاع الماء. فوالا 4 كاس تاع الماء باش تجينا هذيك التتبيله فيها كميه مليحه تاع سوائل، باش نقدروا ندهنوا هذيك البطاطا والدجاج. نخلطوهم بيان كما كنتو تشوفوا. فوالا من بعد هنا هذيك البطاطا اللي درتها حسب افراد العائله وقطعتها نديرها في المول تاع كغاتان كما كنتو تشوفوا. فوالا ندير معاها حبه بصل تكون مقطعه رقيقه، وندير معاها المعدنوس، وندير معاها 3 فصوص تاع ثوم يكونوا متوسطين، ونزيدو نديرو معاهم وريقه تاع الرند. فوالا كما كنتو تشوفوا. نخلطوا هذه المكونات ونرميو عليهم نص الكميه نتاع التتبيله اللي حضرتها معكم دوكا. فوالا ونخلطوها بالملعقه، لازم هذيك التتبيله تدخل كامل في البطاطا هذيك، والدجاج كذلك. ثاني نزيدو نديرو هذيك التتبيله اللي قعدت لنا. المهم هذيك التتبيله اللي وريتها لكم نقسموها على 2، نص نديروها في البطاطا باش تشرب لنا، ونص الاخر نديروه في الدجاج تاعنا في الجناحتين. نخلطوا هذيك التتبيله مع البطاطا كما كتشوفوا. وصفه سريعه في وقفه ديروها، تكونوا مزروبين ما تصيبوش باش ديروا العشاء. نوضي شويه جناحتين وديري هذا الطبق سهل، ما يعيش كامل تمتم ديريه، وراح يجيكم بزاف بنين، فيه بنه ولا اروع. باكو شنو اذا كان عندكم مول لاكاطا شويه كبير ديروا فيه باش ما يجيكمش ضيق. انا درت في هذا المول الصغير، ما كي كنت نخلط كانت طيح لي هذيك البطاطا. نتوما ديروا في مول يكون واسع. بعد نولوا لهذاك الدجاج نزيدو نديروا له هذيك الخلطه، ندخلوا له كامل هذيك الخلطه تاع التوابل. فوالا هنا اللي يحب يزيد يدير شويه طوماطيش في التتبيله هذيك يدير طوماطيش تاع الباطا، اللي يحب يدير شويه يدير. انا ما حبيتش ندير، نخليه خليتها كيما راهي. من بعد نجي نحط الدجاج تاعنا نستفوه من الفوق وحده قدام وحده كما كنتو تشوفوا في الفيديو. ان شاء الله راهم يعجبكم الوصفات اللي راني نديه لكم، اقتصاديين وشابين وتقدروا كامل ديروهم. فوالا هذيك التتبيله اللي بقات لنا نزيد نفرغها من الفوق كما كنتو تشوفوا هكذا. ومن بعد نجيبو ورق الطهي. ورق الطهي كما كنتو تشوفوا نقطعوا كميه قيس المول تاعنا، ومن بعد كرفصوه. كي تكرفصوه اللي حاب يشمخو. انا ما شمختوش، كرفصتو بك كما كنتو تشوفوا هكا كرفصتو، وعاود حليتوه وغطيت به المول تاع الكراتان. علاش درنا هذه العفسه؟ باش الورق الطهي يدخل لنا مليح داخل المول، ما يقعدش خارج منه من. المهم هذاك البطاطا والدجاج نغموها بيان بهذاك الورق الطهي باش يدخل لها طيب وطيب لكم تمتم. وانا في نفس الوقت راني كنت مسخنه الكوشه تاعي على 160 درجه. كي تكملوا تغطوها وتكملوه تدخلوه يطيب الاخر تاعكم الدجاج تاعكم. هنا بعد ما شتو طابلي البطاطا طابت لي مع الدجاج طابلي، هنا ندهنوهم بشويه تاع الزبده. فوالا هنا ندهنوهم بشويه تاع الزبده باش يتحمروا شويه. فوالا ونشعل لهم الكوشه من الفوق. فوالا هنا اللي يحب يدهن بالبانسو خير يدير بالبانسو. انا بالمغرف ما حبش يتدهن مليح، حتى درت مشيت بشويه بصباعي. المهم نتوما ديروا بالبانسو ولا المهم ديروا قلت لكم الزبده باش الدجاج يتحمر لكم. فوالا كما كنتو تشوفوا هنايا. من بعد عاودوا دخلوه في الكوشه باش يتحمر لكم من الفوق.
انا بعد ما جبدته من الكوشه شوفوا كيفاش جا محمر، جا هايل. مام هذيك البطاطا طابت هايله وقعدت فيها شويه لاصوص، جات خاتره. جا ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه السريعه والاقتصاديه. نتلاقاو في وصفات اخرى يكونوا اقتصاديين وما يكلفوش، وان شاء الله يعجبوكم كامل. هكذا دمتم اوفياء للقناه، ما تنسونيش بالجيم والبارطاج. ويعجبتكم الوصفه كومونتيو لي، ومع السلامه. دمتم اوفياء للقناه نتاعي. باي باي.